بكره، لكن لغايه يوم السبت هيكون ماتش طبعا الاهلي والزمالك اتلعبوا، ويعني ان شاء الله النتائج تبقى جيده، والنتيجه تبقى فيها فوز للاهلي وفيها فوز للزمالك. لكن ده طبعا بيتطلب تجهيز طبعا كان من بعد المباراه الاخيره سواء بقى للاهلي او للزمالك. التركيز، الحاله الفنيه للعيبه والبدنيه والنفسيه، كل دي الامور مفيش شك فيها انها بتحصل، وبتحصل بقوه وبشكل مختلف نتيجه ما حدث في المباراتين الاخر للاهلي. يمكن الزمالك طبعا لعب الترجي وكسب، لكن الدوري المصري كان عنده يعني سوء اداء وسوء نتيجه طبعا امام انبي، وده ممكن يكون اثر كمان او هياثر عليهم في المباراه القادمه، واتمنى ده ما يحصلش الحقيقه. لكن الاهلي، هتكلم في الامور الفنيه سواء بقى للاهلي او الزمالك، ان اللعيبه بتستعد، وده اكيد كل واحد بيستعد بطريقته الخاصه والامور الخاصه بتاعته نفسيا وبدنيا وكل الامور الخاصه اللي احنا بنتكلم فيها دي. لكن المهم من خلال المباراة القادمة للفرقتين هو اختيار التشكيل الصحيح وطريقة اللعب اللي ممكن تخليك تكسب الماتش. في ناس ممكن تقول لك الاهلي هيكسب بسهولة، لا، اوعى تفكر لحظة ولا المدير الفني ولا اللاعبين يفكروا لحظة ان يكسبوا القطن بسهولة، خصوصا يعني ان القطن ده اخر فريق في جدول المجموعة، نظرا ان هو بيتغلب رايح جاي من كل الفرق. احنا بنتكلم ان اتغلب من الهلال رايح جاي، اتغلب ايضا من سان داونز، ولسه طبعا سان داونز عنده مباراه معاه، وبالتالي يعني بيخسر من كل فريق ممكن يقابله على ارضه او خارج ارضه. وبالتالي اختيار التشكيله الصحيحه واختيار الشكل الصحيح في طريقه اللعب هو اهم شيء بالنسبه للكره، ان هو يبقى شغال عليه لغايه الماتش. كان بيقول لك ليه كولر ما لعبش بثلاثه في الماتش اللي فات، وما لعبش بواقعيه ليه امام فريق لسه كان بيلعبه من ايام، وازاي الفريق ده بيقدر ينقل الكوره، يقدر يخترق ويقدر يلعب بسرعه وبيقدر ينقل الكوره بسرعه ويوصل بسهوله على مرمى الخصم. وزي ما كنت بقول كده، الفريق ده لما بيبقى عايز يجيب جول بيقول انا هجيب جول، بيروح يجيب جول. عندهم امكانياتهم كده، الامكانيات ان هم بينفذوا جمل معينه في توقيت معين يقدروا يروحوا يحرزوا منها اهداف. عندهم بقى اللعيبه اللي بتقدر تنتهز الفرص زي ما احنا شفنا كده في المباراتين، سواء بقى اللي كانت في استاد السلام او في بريتوريا في جنوب افريقيا. وبالتالي انا عايز اكسب الماتش الجاي القطن. الناس يقول لك طب لازم تهاجم ولازم تندفع بقى هجوميا بالنسبه للنادي الاهلي، والفريق ده بيتغلب وهو اضعف فريق. لا، خد بالك، لو انت اتركنت على الحته دي ان الفريق ده ضعيف والفريق ده هو زي ما بيقول ملطشه المجموعه، هتبقى غلطان جدا. لان هو كمان جوه قرارة نفسه بيقول لجماهيره، عايز يقول لجماهيره ويقول لنفسه ولاعيبته ان احنا برضو يعني مش ملطشه المجموعه، احنا لازم على الاقل ناخد نقطه في البطوله دي او ناخد 3 في البطوله دي في الماتشات اللي احنا بنقابلها. ويمكن يكون حظ الاهلي ان هو جه في التوقيت ده، وبدليل على ذلك ان هم عندهم حافز كبير جدا، وان هم روحهم المعنويه يعني كبيره جدا من خلال قرارهم بدخول الجماهير بدون تذاكر، بدون مقابل مادي. يعني عايزين حشد جماهير عشان يعلوا الروح المعنويه للاعبتهم في المباراه القادمه. وبالتالي على يعني كولر ان هو يشتغل بشكل ممكن يكون ما اشتغلوش في مباراه سان داونز، حتى لو احنا بنتكلم على اختلاف في الماتيريال ونوع اللاعبين والشكل الفريق بفريق طبعا القطن مقارنته بيه. لكن لازم يبقى حذر جدا، لازم يبقى عنده ان هو الشكل لا، ان انا ما اندفعش قوي، عشان برضو لو لا قدر الله مع حاله